السلام عليكم ورحمة الله. كيف حالكم؟ كنتمنى تكونوا في أفضل حال. معكم قناتكم قناة هداية وفداء. هذا الفيديو غيكون عبارة عن ميني فلوج اللي غنقوم فيه بجولة صغيرة في المدينة القديمة في طنجة. طنجة أو عروس الشمال، وهي من أجمل المدن المغربية. كتعتبر نقطة التقاء بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، وهي من أهم المراكز الصناعية والتجارية في شمال إفريقيا. كما كتعتبر من المدن يشهد التاريخ ديالها مرور العديد من الحضارات المتوسطية، من حضارة يونانية وقرطاجية وأمازيغية وإسلامية، وهذا الشيء كيبان في المعمار ديالها واللي غتلاحظوه في الفيديو. زرنا في البداية حجرة غنام أو الحافة، اللي كتعتبر من أفضل الأماكن والإطلالات في طنجة، واللي غير كتقرب وكتشوف البحر كتنتقل لعالم آخر. وحداها قهوة الحافة، وهي أفضل وجهة اللي باغي يتأمل وهو كيستمتع بكأس الشاي. حاولنا هاد المرة ندوزو بطريق مختلف متوجهين للقصبة، واللي لا تقل جمالية عن الحافة. وبحكم أنه قمنا بهذه الجولة يوم الأحد، فكان عدد الزوار والسياح المتواجدين في المكان كبير، لهذا ما قدرناش نصور كل شيء احتراما لخصوصية الناس. من ثم دوزنا نرتاحوا في ساحة المشوار قبل ما نتوجهوا لأزقة المدينة القديمة، ومرينا بالمتحف الثقافي اللي غير كتقرب له كتستمع لنغمات العزف على العود في إحدى المقاهي التقليدية والقريبة منه. دخلنا للمدينة القديمة ودورنا في أحيائها، أحياء وأزقة لمنازلها كتشهد على زمن طويل. كأي مدينة قديمة كتلقى بعض الأحياء اللي كتحتاج للترميم، واللي كنتمناو يلقاو لها شي حل، حيث كيكون فيها خطر على المارة. في أثناء الجولة بانوا لنا أسهم كيأديو لضريح الرحالة الشهير ابن بطوطة. كتعريف ليلو، هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد اللواتي الطنجي،
المعروف بابن بطوطة. ولد في 24 فبراير سنة 1304 وتوفي سنة 1377 بطنجة، وهو رحالة ومؤرخ وقاص من قبيلة الواتة بالمغرب الأقصى، ولقب بأمير الرحالين المسلمين. طاف بلاد المغرب العربي ومصر والحبشة والشام والحجاز وتهامة ونجد والعراق وبلاد فارس واليمن، وأيضا عمان والبحرين وتركستان وما وراء النهر، وبعض الهند والصين وبلاد التتار وأواسط أفريقيا والأندلس. حنا للأسف لقينا الضريح مسدود، ولكن كيكون مفتوح مع أذان كل صلاة. اللي بغى يجي يزورو ويستافد فغيلقى ترحيب كبير من السيد المكلف بالضريح، واللي تبارك الله عنده معلومات كبيرة على الرحال المتوفي رحمة الله عليه. من تما ضربنا دورة في سوق برا، واللي كان عبارة عن سوق كبير كيغلب على بناياته الطابع الأوروبي القديم، واللي قمنا فيه بجولة، وهو كان عبارة عن سوق مقسم كل قسم شنو كيعرضوا فيه للبيع، من ملابس تقليدية العطارة إلى آخره. حنا صورنا غير أماكن قليلة من المدينة الرائعة طنجة. كان وعدكم أننا إذا سنحت لنا الفرصة غنقوموا بفيديو آخر ننزلوا فيه الأماكن التاريخية المهمة واللي كان عندها أثر تاريخي على المدينة، كقلعة غيلان والحبس ديال البرتغال، وأيضا مغارة هرقل والقصة ديالو. كنتمنوا تكونوا استمتعتوا واستفدتوا أيضا بالفيديو. ما تنسوناش من دعمكم. شكرا على متابعتكم الفيديو، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.